في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن تاريخ الكمبيوتر ومراحل تطويره، والنهارده هنتكلم عن اهم انواع اجهزه الكمبيوتر واجزائها الداخليه. في عندي اجهزه الكمبيوتر الشخصيه البيرسونال كمبيوتر اللي هي بي سي، ودي في الغالب بتبقى مخصصه للاستخدام المنزلي لشخص واحد بس، لكن في الغالب بيستخدمها كل افراد الاسره. ومن اهم مميزاتها انك بتجمع الجهاز على حسب رغبتك الشخصيه. يجي عندي بعد كده الاجهزه المكتبيه اللي هي اجهزه الديسك توب، ودي اكبر استخدام ليها بيكون في الفنادق والشركات. ومن اهم مميزات الاجهزه المكتبيه هي قدرتها على العمل لفترات زمنيه طويله جدا. عندي بعد كده اجهزه الكمبيوتر المحمول اللي هي اللابتوب او الميني لابتوب او الالترا سليم لابتوب، اللي بيتميز برفع حجمه وسمكه القليل. واجهزه الخادم اللي هي السيرفر، ودي بتتميز بسعتها التخزينيه الكبيره جدا وسرعتها العاليه جدا عن النقل. عندي بعد كده اجهزه الورك ستيشن او محطه العمل، ودي بتتميز بامكانياتها العاليه جدا لانها بتستخدم في الالعاب وفي برامج التصميم والبرامج الهندسيه والبرامج اللي بتحتاج امكانيات عاليه جدا. نتكلم عن الاجهزه المكتبيه. مكوناتها طبعا اهم حاجه من بره عندي الشاشه والماوس والكيبورد والسماعات او السبيكرز، وعندي الكيسه نفسها. الكيسه نفسها من جوه بتحتوي على الشاسيه والباور سبلاي او مزود الطاقه، المذر بورد او اللي هي البورده او اللوحه الام. عندي بعد كده البروسيسور السي بي يو او المعالج، وفي عندي الرامات اللي هي الذاكره العشوائيه، وعندي الذاكره التخزينيه اللي هي الهارد ديسك، وعندي معالج الرسومي او كارت الشاشه اللي هو الجي بي يو، وملحقات تانية كتير جدا. خلونا ناخد نظره اقرب عن احد الاجهزه المكتبيه من جوه ونعرف مكوناتهم ومحتوياته ايه ويتم تركيبهم وتجميعهم ازاي. المذر بورد بيركب هنا كروت زي كروت الفاكس او كروت اللان، ممكن يركب مثلا كارت يو اس بي اضافي، والاماكن اللي زي دي بتبقى مخصصه لتركيب كارت الشاشه. ده خاص بالحجر البطاريه زي كده. ده المكان المخصص للبروسيسور او المعالج. وفي بعد كده من الجهه التانيه دي الاماكن المخصصه للرامات. بالنسبه لكابلات التوصيل يعني الموضوع كله مش محتاج غير ان انا اقرا بتمعن شويه. يعني انا لو قربت هنا هلاقي مكتوب عندي هنا جنب المدخل ده اختصار كلمه باور سي بي يو، يعني كابل الباور الخاص بالبروسيسور. ده مدخل الباور الرئيسي اللي انا باخده من الباور سبلاي. دي مداخل البي اس 2. البنفسجي دايما بيبقى خاص بالكيبورد. ده مدخل الماوس، ده خاص بكابلات الطبعات القديمه. ده مدخل الشاشه. دي مداخل اليو اس بي، دي مداخل الصوت. وده مدخل اللان. البروسيسور او السي بي يو ده مكان تركيبه. نراعي كويس جدا لما اجي اركب البروسيسور. هنلاقي فيه هنا نوتش. النوتش اللي هو لجوه ده من الجنبين هشوف مكانهم فين على البوردة. ادي مكان نوتش منهم وادي مكان النوتش التاني. يبقى هركب البروسيسور بالشكل ده كده. البروسيسور راكب في مكانه، مفيش فيه هزة من هنا او من هنا. بعد كده بنزل الباب ده منه وبقفل بالكليبس ده. لازم اراعي كويس جدا ان انا ما احطش مروحه التبريد او وحده التبريد فوق البروسيسور من غير ما احط معجون تبريد. وحده التبريد عندي بالشكل ده. من الجزء ده مروحه جانبيه بحيث انها تدخل الهواء لمواسير النحاس دي، فالمواسير تسقع فتبرد البروسيسور. وفي عندي الرامات. دي اماكن تركيب الرامات. طبعا من اهم الحاجات ان انا لما اجي اركب برضو ابص على النوتش. الرامه بيكون فيها نوتش من هنا وبيكون ليها مكان مخصص على البوردة. يعني مثلا انا لو جيت اركب الرامة دي فرضا، اول حاجة الكليبسات دي بفتحها. خلينا مثلا نيجي نركب الرامة دي. النوتش اهو زي ما احنا شايفين في مكانه. بعدين بضغط لحد ما الكليبس يقفل. المداخل دي اسمها ساتا، بيركب عليها انواع الكابلات دي زي ما احنا شايفين. ده اسمه مدخل ساتا. في زمان كان مداخل قديمة تبقى بالشكل ده اسمها المداخل الداتا او كابلات الداتا. الكابلات دي ما عادش موجوده منها، وفي بوردات كتير للاسف بتنزل مش موجود فيها كابلات الداتا دي. فالوحده دي بتعوضني عن كابل الداتا لو انا عندي هارد او دي في دي رايتر، او عندي مثلا البورده نفسها ما فيهاش مداخل للساتا وانا عايز اركب هارد ساتا. الحته دي بتحل لي المشكله دي. انا عندي الجزئيه دي اللي بيطلع منها المدخلات بتاعه البورده اللي احنا شفناها من شويه.
اللوحه دي بتبقى جايه مع البورده. اول حاجه هاخد بالي منها الاجزاء دي. زي ما احنا شايفين بحاول بقدر الامكان ان انا اخلي الاجزاء دي ماشيه مع تكوينها في الشاسيه، بحيث ان هي تنزل معايا مستريحه زي ما احنا شايفين. هبدا بقى اربط المسامير بتاعه البورده نفسها. الاماكن دي هي اللي بتكون مخصصه للمسامير، بيكون تحت منها الووز مخصص للمسامير بتاعه البورده. هثبت وحدة التبريد. السنان هركبها في الأجزاء الخاصة بيها. بعد كده هاخد مروحة الشاسيه. لو ركزت هبص هلاقي هنا في نوتش، في جزء هنا أعلى من جزء، وده زي ما الشاسيه موجود هنا، فأنا استنتج إن في جزء هيركب من فوق وجزء هيركب من تحت. في عندي من تحت السنان دي زي ما احنا شايفين، فهبص هنا فين على المكان اللي فيه السنان دي، واركب اول حاجه السنان اللي من تحت بالشكل ده. بعدين اضغط عليها بحيث ان السنان تطلع عندي من الجزء ده. كده مروحه ركبت. ادي الكابل بتاع دي لونه بني، هلاقي مكانه عندي هنا في البورده باللون البني، مكتوب جنب منه شاسيه فان. هو المكان ده زي ما انتم شايفين. طيب هبص برضو على الكابل، شايفين المشط ده في هنا السن بتاعته. هظبط المشط ده بحيث ان هو ايه يكون لجوه ماشي مع الجدار بتاعه. كده انا ركبت المروحه دي خلاص. السن ده واخليه جاي مع الظهر ده. ادي وحده التبريد بتاعتي زي ما شفناها من شويه. طبعا مش هينفع اركبها ناشفه، لازم الاول احط معجون التبريد. نبدا نوزع المعجون على البروسيسور. بعد ما وزعنا، في طبعا عندي هنا المكان المخصص اللي هو بينزل مع المروحه. اول حاجه اربط المسمار من الجنب ده، يا دوب المسمار يمسك اربط اللي قصاده او على نفس القطر بتاعه، مش اللي قصاده او اللي جنبه، لا، بحيث يبقى الربط بتاعي قطري. لقيت الجنب ده كمان مسك، ابدا اربط اللي جنبه. بعد ما اربط اللي من الجهه التانيه، بعد ما ثبتنا كل المسامير ابدا اربط. بعد ما خلصنا ربط نبدا نبص على الاسلاك الجانبيه الصغيره اللي زي كده عشان خاطر نبدا نركبها، وابص هي جايه من فين عشان اعرف هي وظيفتها ايه. دول جايين من تحت من الجزئيه دي، وده جاي من فوق، فغالبا ده الخاص بالليد وزرار الباور. لو بصيت عليه هنا هلاقي مكتوب كلمه باور ليد. هبص على الكابل من تحت، هشوف فين المربع المقفول. عندي هنا مربع مقفول اهو. وابص على البوردة فين المكان
اللي فيه سن ناقص اهو، بطبقهم مع بعض واركب. الاصفر ده برضو مكانه اصفر، فتركيبه مش هيتعبني. هبص برضو على المربع الناقص المقفول، وابص على البوردة هنا فين المربع الناقص اهو. ده السبيكر. ولو بصيت على الكابل التاني ده الخاص بالاوديو، مداخل الاوديو الاماميه. طيب تعالى نبص هنا كده. كده انا وصلت السبيكر، هاخد بقى الاوديو. هبص برضو على المربع المقفول، ادي المربع المقفول شايفينه اهو، تاني مربع على اليمين من تحت. هبص في البوردة فين السن الناقص، هلاقي السن الناقص موجود هنا اهو، شايفين؟ ادي مكان السن الناقص. كده انا وصلت الكيسة بكل محتوياتها بالبوردة، فاضل ان انا اوصل الباور سبلاي والاجزاء التانية الخارجية اللي انا محتاج لها. طيب الباور سبلاي، الكابل ده الكابل الرئيسي بتاع الباور اللي بيوصل الباور للبوردة. هبص على السنة دي، هو مفيش غير سنة واحدة، والسنة دي يبقوا قصاد بعض ويتوصل بالشكل ده، واضغط لحد ما اسمع التك كده هو مسك. لو حبيت افكه لازم ادوس على الجزء ده، ادوس واسحب. فاضل عندي الكابل بتاع البروسيسور اهو، ده اللي بيوصل الباور للبروسيسور برضو بنفس الطريقة. ادي السنة دي مع الشفة بتاعته كده، هو راكب وبرضه مسك، مش هيفك معايا الا لو دوست على السنة بتاعته. هركب دي في دي راكب بالفعل، هوصله بس الكهرباء والداتا. كده انا وصلت الباور. نيجي لكابلات الساتا او كابلات الداتا. انا هوصل هنا على ساتا 0، ادي الكابل بتاع الساتا. هبص برضو على التانية دي زي ما احنا شايفين، وابص على البوردة المدخل بتاعها مكان التانية فين. ادي انا عندي هنا التانية اهي، وادي هنا ايه قصادها على نفس التانية، واركب الكابل كده ركب معايا. احلى حاجة عندي هنا ان انا متاح عندي مكان لتثبيت الكابلات، هتريحني جدا فيما بعد. ممكن اثبت برضو الكابل ده هنا، اعدله الاول واثبته برضو هنا. زي ما احنا شايفين، بحيث ان انا ابقى عندي الجهاز منظم شويه. الهارد بتاعي هارد داتا. انا وصلت القطعه اهي بالشكل ده، وكابل الساتا هوصل على القطعه هنا، واخد المكان ده هوصله على ساتا 1. تمام. كده انا عايز اوصل كابل باور للهارد، موجود عندي هنا اهو. بعد ما ركبته ابدا اثبت الهارد بتاعي في مكانه. كده انا وصلت كل حاجه، مفضلش غير ان انا اقفل الجنب ده وابدا اجرب الجهاز. كده احنا شفنا احد الاجهزه المكتبيه من جوه، وشفنا المكونات الداخليه وبيتم تجميعهم وتركيبهم مع بعض ازاي. لو عايز برضو تعرف مكونات اجهزه اللابتوب او الاجهزه المحموله من جوه، هسيب لكم رابط في صندوق الوصف. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى الفيديو يعجبكم. لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو اول مره بتتابعنا اشترك في القناه ودوس على زرار الجرس عشان خاطر تشوف كل جديد. استنونا في الحلقات اللي جايه، هناخد اجزاء الكمبيوتر الداخليه جزء جزء وهنتكلم عنها وعن طريقه تصنيعها وتطورها وامكانياتها الكامله، عشان نعرف عنها كل حاجه بالتفاصيل الممله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.